خلاص بقى بس عادل. بس خلاص. ساذج قوي يا عيني. بيقول لك مختلفين وبيحبوا بعض صغير عيد. الكلام بتاع زماننا فاكره. مش فاهم بصراحه يا جماعه اللي بيضحك قوي كده يعني. انا اسف، انا هسكت يعني. يا جماعه مش الدرجات دي يعني. انتوا لحقتوا تسكروا ولا ايه؟ لا يا عم، احنا ولا سكرين ولا حاجه، احنا زي الفل. بس هو عادل زود شويه. بص يا سيف، اسمع يا ابني، احنا النهارده كنا جايين عشان نشجعك على الجواز، لكن بعد كم السذاجه اللي انا سمعته منك ده، لا انا مضطر افوقك. والله وليه ما تقولش ان انا مسيستم حياتي وعارف بالظبط انا عايز اعمل ايه؟ مصر ريلي مظبط الحياه. بص يا حبيبي، اللي انت بتقوله ده من كلاسيكيات الجواز، يعني كل الرجاله قالوه قبل الجواز، انا قلته، الاستاذ البقف اللي هناك ده قاله. حصل. بس هو الرجاله لو كانت بتتعظ كان زمان مشروع الجواز ده انتهى من الاف السنين. يا اخوانا انا معاكم ان الجواز ده حاجه فاشله، بس واحده واحده على الزبون عشان خطوبته بكره. بعدين انا مش فاهم هو ليه الجواز لازم يبقى حاجه غامضه؟ ليه ما ينفعش يبقى حاجه لطيفه؟ انا وشيري عايزين نأسس عيله ونبقى عندنا عيال. عشان دي احلام ورديه كلها، انما الواقع حاجه تانية خالص. الواقع ان انت هتحب مراتك وتكره نفسك. حتى مراتك نفسها مش تبقى راضيه عن المنظومه دي. بحس طول الوقت ان هو بيبص على ستات تانية. ومهما كنت مخلص هتفكر في الستات. مهما كنت بتحبها هتزهق منها. مهما كان بيحبك هيزهقك منه. انت لو متجوز سلمى الحايك هيجي عليك وقت وتقضيها تقضيه واجب. ده لو هي راضيه عنك ومش مغلق للتحسينات. بس يا جماعه برضو الموضوع يعني بشويه باشن على شويه حب، مسألة تبقى احسن يعني والموضوع هيمشي ولا ايه يعني؟ حب صح؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي كريم بيقول لي كيمو. انت قريب سيف؟ لا انا صاحبه. انتوا عسل زي بعض قوي ما شاء الله. باشا طب انا احكي لك على حاجه، بعد 6 اشهر من الجواز تبقى انت لسه في مرحله التليين يعني. معلش ايه مرحله التليين دي؟ لا دي هتعرفها لما تتجوز. العلاقه الحميميه يعني تبقى عامله زي الجزر وانت الحمار. انت مؤاخذه مش مقصود انت خالص، هي تشبيه بس. هتسمع الكلام وهتتركب بمزاجك هتاخد اللي انت عايزه، مش هتسمع الكلام وتتركب يبقى تاخد بالك من نفسك. ده لو ما قفلتكش من الموضوع من بابه. لا معلش واسعه شويه. وشوف على وسعها ده كله قادره تعملها، توترك، تجننك، تسعدك، تكئبك بمزاجها. واقل كلمه ممكن تقلب بخناقه. ده بيتفنن انه يستفزني باقل كلمه. وممكن تعمل خناقات جوه دماغها محدش يعرف عنها حاجه. عمره في حياته ما هيفهم اللي في دماغك من غير ما تقوليه له. هتقفش عليك وهتخصمك وهتصالحك من غير ما تفتح بقك. هتبقى ضيف شرف زي استاذ عبد الرحمن ابو زهره كده. وعمرك ما هتسمع كلمه حلوه في حق نفسك. ومهما اقول كلام حلو هيتقال عليا نكديه. ولازم تحسسك ان في حاجه المفروض تعملها وانت ما عملتهاش. او حاجه عملتها وما كانش المفروض تعملها. او حاجه عملتها بس عملتها غلط. المهم في النهايه هتحاول تقنعك طول الوقت ان هي الوحيده اللي بتحاول تنجح العلاقه وانت ما بتنيلش على عينك تعمل اي حاجه. وتحسسك انها شايله كل حاجه فوق دماغها يا عيني وانت مالكش 3 لازمه. ده انا اللي بعمل كل حاجه. طب اديني اماره على وجودك في حياتي. افضل احارب ويطلع عيني عشان اعمل له جو رومانسي ولطيف وفي الاخر يسيبني يتفرج على الماتش. افضل احارب بس عشان اتفرج على الماتش، فتكتئب انت تتجه لعبد الباسط حموده. انا مش عارف. انا تهت مني. انا مش انا. ابص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. قولي يا مرايتي قولي ايه حكايتي انا. مبروك يا عم سيف، مبروك. الراجل يرجعنا، مفيهاش جواز.